السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ والنهارده فيديو جديد، فيديو مشتريات. بصوا بقى شويه الحاجات اللي احنا جبناهم ده، زي ما قلت لكم في اول الفيديو كده في العنوان بتاع الفيديو. انا دفعت 1025، كبلكوا 1000 جنيه، بس هو زياده 25 جنيه في شويه حاجات. انتوا لو شفتوهم هتتصدموا ان انا ادفع مبلغ زي ده في شويه الحاجات دي. اول حاجه قالب الشوكولاته اللي هو فيينا الاحمدي، انا كنت بجيبه ب180 جنيه، رحت لقيته بقى ب225 جنيه. القالب ده 2 كيلو ونص. شوفوا الاسعار دي بقى وقارنوها بالاسعار عندكم. وعايزه كل حد بيشوفني ينزل يكتب لي في التعليقات هو من انو مكان او من انو بلد، والاسعار عندهم زي دي ولا اقل ولا ايه. عايزين نشوف نقارن الاسعار في المحافظات وفي البلاد اللي انتوا بتتفرجوا عليا منها. زي ما قلت لكم قالب الشوكولاته ده بقى ب225 جنيه. بعد كده جبت دي الاسبونج الجاهز، الكيلو بقى ب58 جنيه. انا بحب اجيبه كده واقوم كاتبه عليه ان ده دقيق اسبونج عشان ما يتلخبطش معايا في الدقيق العادي. اهو زي ما انتوا شايفين انا بكتب عليه وبركنه وهو مكتوب عليه كده عشان اسحب منه ابقى عارفاه. الكيلو بقى ب58 جنيه. كيس جيلو الشفاف اللي هو تبع المتحدة، الكيس ده بقى ب27 جنيه ونص. الكيس ده نص كيلو. انا بجيبه مثلا للفاكهة للجاتو للحاجات دي بحطه. بيبقى كويس خالص، بس بقى ب27 جنيه ونص. من 20 في 25 بقت ب27 ونص. تمام. تاني حاجة انا جايباها الشوكولاتة البيضة اهي، زي ما انتوا شايفينها كده. ما بجيبش منها قالب زي الشوكولاتة البني، بجيب منها بس ايه نص كيلو كده، على قد قوالب السيليكون، على قد ورق الترانسفير كده، بس على قد التزيين. فما بجيبش منها قالب، بتقعد عندي فترة النص كيلو. جبت حوالي 6 باين من الكيك شيف اهو، 6 بكاوي بحطهم عندي برضو بس اعملهم. شوفوا بقى شوية الحاجات دي، شوفوا انا دفعت كام. احلى حاجة جبتها بقى اللي هوريها لكم دلوقتي، ده اللي هو الاطار او اللي هو سلستين، بس مترقم من اول رقم 16 لغاية رقم 30. يعني حابة تعملي اي تورتاية باي مقاس. هو طبعا للتشيز كيك، بس انا جايبة اللي هو السلستين التقيل الحلو النضيف. ده عامل 90 جنيه لقيته فجبته. حلو قوي قوي. اي مقاس تورتايه بقى هو بيبتدي معاكي من اول 16 لغايه مقاس 30. عملت فيه انا ان شاء الله التورت اللي هتشوفوها الجايه، عملت فيه تورتايه مقاس 16 وعملت تورتايه مقاس 20. نفعني جدا. مثلا انا في مقاسات ما عنديش الا الحله اللي هي بتاعه التورت اللي هي مقاس 18. كنت بعمل في الحلل اللي عندي اقيسها واعمل فيها، لكن اول ما لقيت الاطار ده جميل جدا جدا والمقاسات هتلاقيها موجوده فيه، بتظبطي المقاس وبتحطي بقى فيه ورق الزبده او ورق الحوش المستورد اللي احنا بنستعمله، وتعلي الجوانب بس شويه عشان التورتايه. اهو بصوا الارقام دي من اول 16 وبعدين 18 اهو، وبعدين 20. بصوا كل المقاسات هتلاقوها، و22 و24 لغاية 30 معاكي. حابة تعملي اي مقاس باي وضع انت حرة، حتى التشيز كيك لو انت حابة تعملي مثلا باي مقاس هتعمليه، فهو بينفع للبارد والسخن. انا دخلته الفرن وعملت فيه اهو. بصوا انا بوريكم بس الارقام ان هو لغاية مقاس 30 اهو. يعني اكبر حاجة في المدور اللي هو التورتاية مقاس 30، فهو معانا الاطار ده لغاية 30. تعملي بقى فيه تشيز كيك تدخليه الفرن. دخلته الفرن جميل جدا وروعة، والتورت طلعت جميلة قوي قوي قوي. بظبطه على المقاس واحطه في صينية ألمونيا، وعلي الجوانب دي بورق زبدة او ورق حواوشي مستورد، فبيبقى معايا مظبوط جدا وحلو، وبيطلع لي التورتايه بالمقاس اللي انا عايزاه. لقيته فجبته ب90 جنيه اهو. بصوا بتظبطوه بقى براحتكم كده وبالمقاس اللي انتوا عايزينه، من هنا من المكان اللي انا عماله بوسع وضيق فيه، وعندك برضو اللي هي بتظبطيه منها دي، وبيتظبط معاكي وبيطلع لك احلى تورتايه بجد. اول ما تلاقوه انا كان نفسي بجد الاقيه فلقيته وجبته، ومش غالي ب90 جنيه، وهيبقى عندك جميع المقاسات بتاعه التورت اللي انتي هتعمليها. مش هتحتاجي تستني مثلا حله او تشتري جميع المقاسات بتاعه الحلل، لا هو واحد بس وفيه جميع المقاسات اللي انتي حابه اللي انتي تطلعيهم. تمام. فده انا بقول لكم كل حاجه بالاسعار اهو. وشوفوا الاسعار وصلت ايه. جبت كيلو القواعد ده، الكيلو ب27 جنيه من القواعد دي. دي قواعد مقاس 20.
بطلعها في البوكس العائلي، بحط عليها التورتايه بتاعه البوكس العائلي اهو. الله اكبر، الله اعظم عزته الله. بجيب بقى كيلو منها كده وبحطه. بنتي راحت اشترت لي قاعده يعني من المنطقه اللي انا قاعده فيها، الواحده ب5 جنيه. شوف بقى انا جايبه الكيلو، بصوا قد ايه وفي كام واحده. انا يعني جبت من المنطقه من هنا الواحده ب5 جنيه، نفس المقاس، مقاس 20. جبت بقى الورق ده اللي هو بتاع الجاتو اهو. يعني اللفه دي عامله حاجه و50 في الحدود دي، انا مش فاكره قوي، بس هي يعني بس فيها كتير، بيبقى فيها ورق كتير من بتاع الجاتو ده، فانا بجيبها واستعملها، بطلع عليها الجاتو اللي هي الفرشه بتاع الجاتو. بحب اجيب اللي هي فيها لمعه كده، مش اللي هي الورق. انا بحب اجيب اللي هي تحس ان هي فيها لمعه كده، وتحس ان هي زي اللي بتلمع كده، دي بتبقى احلى. وبعد كده جبت بقى العلب اللي انا بطلع فيها الاوردرات. دي العلبه دي مقاس 21 في 17 في 21، اللي هي الصغيره، بطلع فيها البوكس الصغير. دي عاملة الواحدة، عاملة بتهيألي 2 جنيه او 2 جنيه ونص، حاجة زي كده. جبت 15 واحدة منها. جبت مقاس 30 في العلب ومقاس 35. جبت 20 من اللي هي مقاس 30 في 30 عالي. انا كل العلب بتاعتي عالية، اللي هي بتاعت التورت العالية. حتى الجاتو بطلعه في دستة الجاتو، بطلعها في العلبة اللي هي مقاس 30 في 30 عالي. ما بجيبش انا واطي غير اللي هم 17 في 21. اللي بتاعت البوكس الصغير مفيش منها عالي، فبجيبها اللي هي حرفها مش عالي ولا حاجة. جبت 20 بقى من اللي هي 35 في 35، وجبت 20 من اللي هي 30 في 30، وجبت 15 من اللي هي 21 في 17. الاطباق الاكليريك دي كانت خلصت من عندي، انا بحطها في البوكس الكبير والبوكس العائلي، فكانت خلصت. واخر بوكس انا كنت مطلعاه بمثلث زياده، يعني هو المفروض مثلث وبتاع اكليريك من دي اهو، مثلث اللي هو التشيز كيك ده، وعلبة اكليريك. فلما لقيت العلب خلصت من عندي، او الاطباق الاكليريك خلصت من عندي، فقمت حاطه مثلث زياده، بقوا 2 مثلث في البوكس العائلي اهو. بصوا ده الطبق الاكليريك ده جميل جدا. جبت 30 واحد منه. الواحد عامل 2 جنيه، الطبق الواحد عامل 2 جنيه اهو. جبت 30 ب60 جنيه. شكله جميل اوي وشيك، وبيدي منظر حلو اوي في البوكس. فقلت كفاية 30، هي الباكيتة بتبقى 50. انا لما جبت الباكيتة قبل كده وخلصت، اتكسر مني فيها كتير، لانه مش بيستحمل، زي يعني وقع او كده. فقلت كفاية 30 وحافظ عليهم، بحيث ان مفيش حاجة تنكسر مني. هو اللي انا ما صورتهولكوش ونسيت ان انا اصوره، كنت جايبه ورق ترانسفير واحده بس، كان شكلها حلو جدا، فكانت ما بين العلب دي، فانا ما شفتهاش الصراحه. جبت اكياس بقى اللي هي مقاس 70 ومقاس 60 اهي. دي اكياس بطلع فيها، اللي هي طبعا مقاس 70 بطلع فيها البوكس الكبير اللي هي العلبه ال35 في 35. وجبت مقاس 60 اللي هي بطلع فيها العلبه اللي هي 30 في 30. الاكياس دي الكيلو ب32 جنيه، يعني اللفة اللي انتوا شايفينها البيضة دي ب32، ده كيلو 32 ونص، حاجة زي كده. واللفة الصفرة دي برضو ب32 جنيه ونص اهم. بجيبهم هما كيلو على بعضه كده، بطلع فيه الاوردرات، بتبقى شكلها حلو جدا. ايه رأيكم بقى في شوية الحاجات اللي انا جبتهم ودفعت 1025 جنيه؟ الحاجات دي تستاهل ان انا ادفع المبلغ ده؟ عشان لما باجي اعلي الاسعار شويه تبقوا عارفين انا بعليها ليه غصب عني. يعني قالب الشوكولاته لما يطلع من 180 ل 225، ده حرام ولا حلال؟ واجي اغلي الاسعار انتوا بتزعلوا، ده بيبقى غصب عني في اللي انتوا شايفينه. وبصور لكم المشتريات عشان تبقوا عارفين. احلى واجمل متابعين في الدنيا.